السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على واحد الموضوع مهم اللي هو التجنيد الاجباري. التجنيد الاجباري اللي هو حديث الساعة في هذه الاونة الاخيرة. انطلقت العملية ديال ارسال استدعاءات، وبزاف ديال الناس وصلاتهم هاد الاستدعاءات هادو وما عرفوش شنو يديروا. كاين اللي تالف، كاين اللي عارف واش يمشي، واش باغي يمشي، ما باغيش يمشي. كاين اللي باقي الناس باقيين حيرين ملي توصلوا بالاستدعاءات ديالهم، وكاين اللي ما وصلاتهمش اصلا الاستدعاءات وما بغاو يمشيو طواعية. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشرحوا لكم بزاف ديال الحوايج ملي غيوصلك الاستدعاء، شنو خاصك دير، شنو ما خاصكش دير، الحوايج اللي خاصك ديرهم، فين خاصك تسجل، فين باقي خاصك تمشي بهذاك الاستدعاء ديالك. غادي نشرحوا لكم هذا الشيء كامل، غير خليكم معنا الى نهايه الفيديو. فاول حاجه هو دابا انت كنتي مريح ما عليك ما بيك، فاذا بدقه كتسمع في الباب كتخرج كتلقى المقدم ولا الشيخ ولا شنو عندكم تما السلطات جايبين لك الاستدعاء ديالك ديال التجنيد الاجباري. فهاديك اللقطه كتحس بشويه ديال الخلعه، ما كتعرف شنو دير. المهم شديتي الاستدعاء ديالك وخليتيه عندك في الدار. اشنو خاصك دير من بعد؟ اول حاجه خاصك دير هي خاصك تسجل في الموقع، سواء بغيتي تمشي ولا بغيتي تقدم طلب الاعفاء. خاصك تسجل في الموقع الالكتروني اللي مخصص لهذه العمليه هذه ديال التسجيل في التجنيد الاجباري. فاول حاجه نقولوا انت بغيتي تمشي، ولا انا نعطيكم واحد النصيحه. دابا الانسان اللي ما باغيش يمشي، كاين اللي ما كيدير والو في حياته. كاين مثلا انسان اللي غير مريح، ما كتقرا، ما خدام، ما داير حتى شي حاجه. راه كنقول لك بلي راه احسن حاجه غدير في حياتك هي تمشي للتجنيد. احسن حاجه غدير، ما كتقرا ما والو، ما خدام شي خدمه مقاده، المهم سير للتجنيد. فاش غتمشي للتجنيد اول حاجه غادي تعرف الحياه بشكل اخر. غدوز تبدل غتولي تفيق بكري، تفيق في الصباح بكري، تلعب سبور، ما دير حوايج اخرى. وفاش غتسالي هاد 12 شهر اللي عندك غتجي معاك جوج ديبلومات، واحد الدبلوم ديال المواظبه والسلوك، واحد الدبلوم اخر ديال شي حرفه تعلمتيها، سواء ميكانيك شي حاجه تمايا اي حاجه. هما عندهم بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المهارات غادي تتعلمهم من خلال التجنيد الاجباري. دابا الناس اللي يشدوا مثلا هاد جوج ديبلومات، ولا نقولوا غير الدبلوم ديال الموظف والسلوك، اي شركه مشيتي دفعتي ليها تقبل فيها. الا كان عندك ديبلوم، كنتي عندك شي حرفه مثلا وفايتك مدوز تجنيد، اي مباراة ولا اي شركه ولا اي خدمه دفعتي ليها تقبل فيها ان شاء الله وتكون انت من الاوائل. كتلاحظوا دابا غير من خلال هاد الناس اللي كيتسجلوا دابا مثلا كتسجل مثلا فاش كيجيو مباراة ديال الدرك الملكي ولا ديال الشرطه، ولا نقولوا كاع حتى القوات المسلحه الملكيه ولا القوات المساعده. فاش كتكون كتعمر في هذيك الاستماره ديالك في الموقع الالكتروني ديال هاد المباريات هادو، كيطلعوا لك واحد الخانات. واش نتايا من قدماء المحاربين، الاب ديالك كان عسكري ولا كان في القوات المساعده ولا الدرك الملكي، وكاين واحد الخانه اللي خصكم تركزوا عليها مزيان، هي واش فايت لك سبقتي ودوزتي التجنيد الاجباري، الخدمه العسكريه. فمن خلال هذه الملاحظات هادو كنكتشفوا باللي راه الناس مثلا في عمليه الانتقاء، الناس اللي مدوزين التجنيد راه ماشي بحال هما الناس اللي ما مدوزينش التجنيد. المهم باش تكون في بالكم صافي، انا ما كنقولش لكم هذا الهضره باش تشجعكم تمشي، اللي بغى يمشي. الناس كل واحد كتبقى الحريه ديالو. المهم نعودوا للموضوع، نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو وصلتك الاستدعاء ديالك، شنو خصك دير في ديك الحاله؟ اول حاجه غتمشي غتدخل الموقع الالكتروني، غتدخل لجوجل كروم وغتكتب التسجيل ولا كتب التجنيد الاجباري. هي طالعه ديجا كتبتها، تكتب التجنيد الاجباري. بعد ما كتكتب التجنيد الاجباري كطلع لك اول موقع كيطلع هو ديال الخدمه العسكريه، الموقع الخاص بالاحصاء المتعلق بالخدمه العسكريه. كتجي هنا كطلع لك هاد الواجهه هادي، الصفحه فيها التصويره هادي كيبقاو يدوزو التصاور. اديو الواجب الوطني ونستافدوا من امتيازات فعليا. المهم ما عليناش هاد المسائل هادو. وكيطلع لك هاد الشريط هذا، يقدر يطلع لك من البيسي ديالك ولا يقدر حتى من التليفون، تقدر تخدمها من التليفون، ولكن كنقول انا تخدم البيسي احسن، من الحاسوب ديالك احسن. كتجي لهنا الاستماره الاحصاء هي الاولى. الا كان فرونسي قلبوا بالعربيه، الا كنتي مولف تخدم فرونسي خدم فرونسي. المهم حنا نديرو بالعربيه باش كلشي يستافد معانا. كتجي الاستماره الاحصاء، انت واصلك الاستدعاء، كتجي كتكتب استماره الاحصاء. فاش كتكليكي على استماره الاحصاء كيطلعوا لك ثلاثه د الحوايج اللي هما استماره الاحصاء، تتبع الملف ولا طلب الاعفاء. المهم حنا كنبداو اول حاجه هي مال استماره الاحصاء. كتكليكي على مال استماره الاحصاء وكتطلع لك هاد الواجهه هادي. كتجي هنا كتكتب الرقم ديال البطاقه الوطنيه ديالك، وهنايا
كتجي كتكتب الرقم ديال الاحصاء. الرقم ديال الاحصاء فين كتلقاه؟ كتلقاه في هذيك الورقه اللي جابوا لك السلطات، سواء المقدام ولا الشيخ ولا المهم السلطات اللي عندكم تمايا على حساب البلاصه فين كتسكن. كتلقاو واحد الرقم تسلسلي كيكون عند كل واحد، كيكون رقم خاص به اللي هو الرقم ديال الاحصاء ديالك. كتجي كتكتب داك الرقم ديالك هنايا، وكتجي كتكتب هنا الاسم العائلي ديالك، هنا الاسم الشخصي مثلا السكنيه والسميه ديالك هنايا، وكتجي هنا كتكتب الاسم الشخصي ديال الاب والاسم الشخصي ديال الام. هنا كتجي كتلقى تاريخ الازدياد ديالك، كتكتبو هنايا تاريخ الازدياد، كتكتب تاريخ الازدياد ديالك كما كاين في لاكارت ناسيونال. وهنا تاريخ نهاية الصلاحيه ديال لاكارت ناسيونال. كتمشي لاكارت كتلقاو كيكون تقريبا تاريخ انتهاء الصلاحيه في لاكارت القديمه كيكون تحت البلاصه فين تزاديتي صالحه الى غايه، كتلقى صالحه الى غايه وكتكتب داك التاريخ كما هو. وكتجي كتعاود تكتب هاد الكابتشا ديال الرمز، كتكتب 9 مثلا كي هنايا وكدير ابحث. فمن بعد فاش كتعمر هاد الخانات اللي كيعطيوك اللي هما رقم البطاقه الوطنيه، الاسم الشخصي، النسب، اسم الاب، الام، كدير متابعه وكيطلعوا لك هاد الخانه هادي. فاش كتكون نتايا مدعو لهاد الخدمه العسكريه ولا كيكون واصلك ديك الرساله او لا الورقه ديال الاحصاء، كيطلعوا لك اسمك وارد في لائحه المدعوين لاداء الخدمه العسكريه. الا ما كنتيش نتايا مسجل ولا ما كانوش راسلين لك ديك الاستماره ديال الاحصاء، كيطلعوا لك بحال هكا اسمك غير وارد في لائحه الاشخاص المدعوين لاداء الخدمه العسكريه. اذا كنت ترغب لك كترغب فاش تسجل بكيفيه تطوعيه، المرجو الضغط على زر مواصله لتعبئه استماره الاحصاء. المهم نقولوا حنايا مثلا وصلاتك نتايا ديك الاستماره ديال الاحصاء وبغيتي تسجل، ولا ما وصلتش وبغيتي تسجل، نوريكم الطريقه ديال التسجيل. كدير مواصله، بعد ما كتكليكي على مواصله كيطلعوا لك بحال هكا هاد الخانه هادي اللي فيها العنوان. اول حاجه كيطلعوا لك معلومات الفوق، يطلعوا لك هنا العنوان ديالك، كدير العنوان اللي كاين في لاكارت هنا البلد المغرب، وكتختار العماله ديالك، الجماعه والقياده. كتعمر هاد المعلومات مزيان، وهنا كتجي كدير العنوان البريد الالكتروني. البريد الالكتروني هو الجيميل ديالك، اي تليفون كيكون فيه الجيميل، غتقلب التليفون ديالك غتلقى فيه الجيميل، غادي تكتبو هنايا، غتدخل البواط ديال الايميل ديالك اللي كاين في التليفون، هذاك التطبيق ديال الجيميل، وكتدخل كتكتب داك الجيميل كما هو، كتعاود تحطو هنا. هنا كتجي دير الرقم الهاتف الثابت، الا كان عندكم الفيكس في الدار كدير الفيكس كتكتبو هنا، ما كانش عندكم ما كديروش، كدير غير الهاتف المحمول. كدير الهاتف المحمول ديالك، هنا كتجي كدير هل انت مقيم بنفس عنوان الابوين. الا كنتي ساكن من نفس العنوان اللي ساكن فيه والديك كدير نعم، لما كانش كدير لا. الا درتي لا كيديروا لك هنا عنوان السكن اللي ساكن فيه انت حاليا. هنا الفوق كدير العنوان اللي كاين في لاكارت ناسيونال. هنا الا كنتي محول ساكن انت بوحدك كتقرا في شي بلاصه ولا خدام في شي بلاصه والديك ساكنين في عنوان اخر، كدير العنوان ديالك هنا. المهم نديرو هنا نعم. هنا كتجي النشاط المهني الحالي، شنو كدير انت دابا حاليا، واش كتقرا ولا كدير تكوين مهني في سونتر ولا كتخدم في شي خدمه ولا ما كدير حتى شي حاجه. المهم هنا نديرو حنا ما كنديرو حتى شي حاجه، غير مريحين سالين القرايه ديالنا ولا ما كملناهاش، ما لقيتيش خدمه مريح في الدار كتبريكولي مره. المهم دير عدم مزاوله اي نشاط مهني حالي، تكليكي عليها. الا درتي متابعه دراسه ولا درتي قيد تكوين مهني غيعطيوك شنو كدير. مثلا نديرو هنا عدم مزاوله اي نشاط مهني حاليا. هنا كتجي دير الكفاءات واللغات. هنا عندك اللغات، كنبداو باللغات اللي هي اللغه العربيه، واش كتكلم بها طبعا كتقرا وكتكتب اللغه العربيه حتى حنا اصلا عرب، اللغه الاصل ديالك هي العربيه. هنا كتجي اللغه الرسميه الاخرى واللهجه المستعمله، الا كنتي شلح ولا ريفي ولا كتهضر بتعبد اللهجات هادو، حتى الحيد التريفي التمازيغ ولا الحسانيه. المهم نقولوا انت سيدي ما كتهضر حتى شي حاجه، ما دير حتى شي حاجه. كنتي كتهضر حتى الحيد ولا شي وحده فما مثلا نقولوا كتهضر انت بالشلح، كتفهم الشلحه وكتكلم بها، كتكليكي كتكروشي هنا على الحيد، ما كدير حتى شي حاجه، ما دير والو، ما كتفهم حتى حاجه في هادو، ما دير حتى شي حاجه. المهم دير الحيد. هنا كتجي دير اللغات الاجنبيه المستعمله، ركزوا عليها بطلاقه، يعني كتكلم بها بطلاقه، ماشي كتلعتهم ولا بطلاقه، كتفهم شنو كيقول. دو معك شي واحد مثلا شي واحد فرنسي ولا اسباني ولا امريكان، دو معك بلونغلي مثلا، غتفهموا شنو كيقول وتعرف تجاوب. هنا عاوتاني كدير اللغات الاخرى، واش عندك شي لغه اخرى؟ الا كانت عندك كدير نعم. من بعد ما كنساليو من اللغات والكفاءات، من اللغات كندوزو المعلوميات وسائل التواصل اللي كتكون هي عباره عن كفاءات اللي كيكونوا عندك. الا كنتي هنا عندك مع البيسي مثلا كتخدم في البيسي، كتخدم الوورد اكسل باوربوينت ولا دوك البرامج المكتبيه،
كدير هنا نعم. عندك مع الوسائل الالكترونيه مثلا معلوماتيه، عندك مع التقنيات المكتبيه اللي هما دوينا عليهم هما الوورد، اكسل، باوربوينت، فوتوشوب مثلا. هذوك سميتو كتعرف تخدم بهم، كدير نعم. ما كانش كدير لا. نديرو حنا نعم. هنا مؤهلات اخرى، عندك شي مؤهلات اخرى مثلا كتعرف شي برامج ديال الحاسوب شي حاجه كتكتب اي حاجه كتعرف لها كتكتبها. هنا المسار الدراسي يرجع بين المستوى او المستويات الدراسيه. هنا كتشوف المستوى الدراسي ديالك، واش غير متمدرس بتاتا ما قاريش، عندك اقل من البكالوريا ولا حاصل على شهاده البكالوريا ولا دراسات جامعيه ولا مدارس عليا. المهم نديرو حنا عندنا سيدي نقولوا مثلا انت اقل من البكالوريا ولا حاصل على شهاده البكالوريا، نديرو حاصل على شهاده البكالوريا. هنا كدير النوع ديال الشهاده البكالوريا. هنا الشعبه مثلا اداب، علوم فيزيائيه، علوم حياه الارض، علوم مثلا كدير شنو الشعبه. وهنا كدير السنه اللي خديتي فيها الباك ديالك. كتجي لهنا كدير التكوين المهني في حاله متابعه التكوين المهني. واش درتي من بعد ما شديتي الباك، درتي شي سونطر، درتي شي حاجه، لا كنتي درتي التكوين المهني كدير نعم، ما كنتيش درتي كدير لا. هنا كتشوف التعليم العتيق، واش انت فايت دايز لك في التعليم العتيق، هذوك المؤسسات ديال التعليم العتيق كنتي دايز كدير نعم، كنتيش نديرو حنا لا. هنا التكوين المهني لا. هنا الوضعيه الحاله العائليه ديالك نديرو عازب. عدد الاطفال تحت الحضانه ضروري تعمر هذه، غدير زيرو مثلا. انت حاج غدير صفر. وجود اخ او اخت في الخدمه باعتباره مجندا. واش عندك شي خوك تا هو عيطوا عليه كان ما كانش كدير لا. انا واش عندك شي خوك ولا اختك يمكن حتى هما يستدعيهم يصيفطوا لهم استدعاء، لا يصيفطوا لكم نتوما بجوج في دقه، ما كاينش دير لا. عندك دير نعم. هنا التوفر على رخصه السياقه، واش عندك رخصه ديال السياقه ديال كدير نعم وكيطلعوا لك اختيارات هنا، واش ولا عندك ولا بي، واش ديال الطوموبيل، موتور، كاميون. المهم كدير حنا نديرو بي ديال الطوموبيل. توفر على شهاده ربان طائره، لا ما عندكش دير نعم لا. السباحه كتعرف تعوم مثلا، كتعرف كتمشي للبحر الواد الى سميتو كتعرف تعوم، عندك مع السباحه كدير نعم، عندكش كدير لا. فنون الدفاع عن النفس والرياضات، لا كان عندك دير نعم، لا درتي كيديرلك شنو هو الحزام اللي عندك. ما كانش عندك شي حزام ولا شي شهاده ولا شي حاجه كدير لا. انشطه رياضيه اخرى، الا كانت عندك شي نشاط نديرو مثلا كره القدم، الجري السريع الى اخره. شو عندك النشاط رياضه كمال الاجسام، شنوش من رياضه عندك كدير. من بعد كتجي كدير هنايا كتكتب هاد الارقام وهاد الحروف اللي كاينين هنايا وكدير تسجيل الاستماره. انا حاليا ما نديرش تسجيل الاستماره. من بعد حتى فاش كدير تسجيل الاستماره كيديروا لك لقد تم تسجيلكم في التجنيد الاجباري، وكيطلع لك واحد الخانه كتكليكي عليها وكيدير لك تحميل البي دي اف ديالك، تحميل الاستماره ديالك. بعد ما كدير تحميل كتهز ديك الاستماره كتلوحها لشي موتسيبل ولا شي حاجه، تهزها في شي كلي ولا تلوحها لي في واتساب، وكتمشي تشري ديك الاستماره ديالك وكتمشي ديها السلطات اللي عندكم تما، سواء مقاطعه ولا بشويه ولا قياده، على حساب شنو عندكم تما في الحي ديالكم. والى هنا غيكون تسالى الفيديو ونكون ختمنا هذا الفيديو ان شاء الله. وفي حاله انت الا كنتي ساهل جاك هادشي ساهل ديال التعمار، يمكن لك تعمر راسك. ما كانش راه كاينين شي بعض البلايص مثلا السيبيرات ولا مكتبات هما اللي كيتكلفوا بهاد المسائل هادو ديال التقييد في جميع المباريات. انت مبغيتيش تصدع راسك ديرهم غير لاكارت ناسيونال والجيمايل ونمر التليفون، وما غيتكلفوا لك بهاد المسائل ويخرجوا لك الاستماره. يكون عندك شي بثمن رمزي سواء 10 ولا 15 ولا 20 درهم، وتكون تهاني البال. ولكن حاول تمشي عند شي ناس اللي يكونوا مثلا كما كنقولوا متمكنين من هذا المجال هذا، باش ما يديروش لك شي خطا ولا شي مسائل. حيت كاين بعض الاخطاء، بعض المرات كاين اللي كيغلطوا لي في الجيمايل، كاين اللي كيغلطوا لي في نمر التليفون، وهاد الاخطاء كتكون كارثيه. وكتكون هاد الاخطاء مثلا كنقولوا ما عندكش شي وسيله ربط اللي يقدروا يتصلوا بك مثلا صحاب الجنيد ولا فاش يبداو يرسلوا الاستدعاءات ما كاينش فين يجيك هاد الاستدعاءات، حيت كتكون الوسيله ديال التواصل بينك وبين المؤسسات هي هذاك الجيمايل اللي كيتكتب، اللي خصك ترد ليه البال مزيان باش يكون صحيح. والى هنا نختموا الفيديو، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. وكنضرب لكم موعد ان شاء الله باش نصور لكم واحد الفيديو على الناس اللي بغاو يديروا الاعفاء من التجنيد الاجباري. شنو هما الحوايج اللي خصك دير الا بغيتي دير الاعفاء، وشنو خصك تكونوا كيتوفر فيك، شنو هما الشروط اللي خاصك والورقات اللي خصك تجمع. فيديو اخر ان شاء الله غنلوح لكم في هذا الاسبوع ان شاء الله كيفاش ديروا الاعفاء من التجنيد الاجباري في حاله اللي مبغيتيش تمشي. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.